ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا دينا نبيل ودي قناتي، ولو سمحتم وبعد اذنكم حطوا لايك وشير وكومنت وقلوب كتير كده. معلش هو الفيديو هيبقى صغير شوية، بس انا قلت اعمله عشان الاولاد ان شاء الله هيبدأوا من اول الاسبوع الجاي الامتحانات وعايزين يخرجوا، فانا قلت بدل ما احنا نخرجهم ونعطلهم على المذاكرة، لا نجيب لهم الحاجة اللي هم عايزينها. انا ولادي كانوا عايزين ينزلوا يتمشوا شوية على الكورنيش ويشربوا الحلبسة زي ما بنقول احنا المصريين، او عندكم انتوا في اي بلاد تانية اسمها حمص الشام. تمام، هبدأ الاول معاكم في اختيار الحباية بتاعت حمص الشام. حمص الشام افضل حباية ليه يا جماعة الحباية الصغيرة مش الحباية الكبيرة. تاني حاجة هقول لكم المكونات بتاعت حمص الشام النهاردة، انا كاتباها علشان خاطر ايه ما تلخبطش. اول حاجة هتجيبي حسب الكمية اللي انت عايزاه، حسب اعداد اسرتك. هنجيب نص كيلو حمص شام، 3 طماطمات مضروبين في الخلاط ومتصفيين، 1 معلقة كبيرة توم مهروس، 1 بصلاية صحيحة، 1 مكعب ماجي، 1 معلقة كبيرة بابريكا، 1 معلقة كبيرة ملح، 1 معلقة صغيرة بصل باودر وتوم باودر، نص معلقة كبيرة كمون. الدقة بقى هنجيب طبقين، طبق هنحط فيه معلقة كبيرة شطة ومعلقة كبيرة كمون مع بعض، الطبق التاني 1 معلقة كبيرة كمون. كده خلصنا كل المكونات. اول حاجة يا ست الكل هتعملي ايه؟ هتنقعيه لمدة 12 ساعة. طب هتسأليني ليه ننقعه يا دينا؟ عشان ما ياخدش وقت كبير في السوا، ولما بيتنقع زي ما انت شفتي كده انا كنت نقعاه يوم بليلة وصبحت لقيته كبير ازاي وامتص كل المية بتاعته. وكمان بيبقى سهل ان انت حتى ما جيت انا قسمت الحباية معاكي لقيت الحبايه مقسومه نصين، يعني بقت ما شاء الله ممتازه. دلوقتي انا علقت عليه النار، رميت الميه بتاعته اللي كانت منقوعه بيه، شطفته كذا مره، بدات ان انا بجيب ميه جديده تمام وبحط فيها في السلق بصلايه كامله، الحمص، الميه، معلقه كمون كبيره صغيره، معلقه ملح كبيره تمام، وغير كده مكعب ماجي ومعلقه توم كبيرة مهروسة، وبرضو ال3 طماطمات المضروبين في الخلاط ومتصفين اللي قلناهم قبل كده. كل دولت انا عملت فيهم ايه؟ سلقتهم مع الحمص في الاول تمام. بعد كده بعد البصلاية الصحيحة اللي انا كنت حطاها، معلش انا بتكلم بسرعة لان وقت الايه الفيديو صغير وعايزه اقول لكم معلومات كتير قوي، اعذروني بعد كده هحاول اطول بس عشان امتحانات الولاد. البصلايه الكبيره استوت نص سوا، خدتها صفيتها ضربتها في الكبه وبعد كده وديتها تاني على الحمص الشام. ايه فايدتها؟ بتسكر الحمص الشام، بتبقى مسكره يا مسكره انت وهي تمام. وغير كده بتنزل ميه البصل اصلا بتبقى جميله جدا، بتدي طعم رائع اصلا للاكله ذات نفسها. ولو تشوفوا انا خلاص دلوقتي بقى ايه عملت كل اللي انا عايزاه، وانا بحبه يستوي زياده عن اللزوم شويه، انا بحبه مهروس ماشي، مع ان انا جايبه الحبايه الصغيره بتاعت حمص الشام، بس انا بحب الحبايه الكبيره عن نفسي لان انا ما بحبش الكفر بتاعه القشره بتاعته، لا انا سوري برمي القشره بتاعته وباكل القلب بتاعه، انا ما بحبش القشره، بحس ان هي بتشرقني. دي المكونات اللي انا قلت لكم عليها اللي اصلا انا حطيتها اوريدي في ايه في ميه السلق. ادي الطبقين يا ستي اللي انا قلت عليهم دولت الدقه. طبعا ما ننساش الليمون، معلقه كبيره شطه، معلقه كبيره كمون في طبق على جنب او في ازازه زي ما انت حابه، في الطبق التاني معلقه كمون، وطبعا هنحط على كل واحده كبشتين كبشه، بس اهم حاجه من ايه من ميه الحمص. شفتوا فل كده؟ اللي عايز شطه وكمون يتفضل، اللي عايز كمون بس لوحده يتفضل. جبنا لكم كل طلباتكم وكل اوامركم، احنا هنا تحت خدمتكم وهو بس ده حمص الشام سهل ولذيذ وجميل وانضف كمان. انا عايزه اقول لكم ان هو بقى غالي جدا يا جماعه. الصيف اللي فات جه جوزي لما نزل اجازه قال لي تعالي ايه نروح على الكورنيش، قلت له يلا نروح على الكورنيش، الولاد نفسهم يتمشوا، يلا نطلب حمص الشام. انا مش عايزه اقول لكم احنا دفعنا كام كتوتال
تمام.